السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي قناة كوكب النباتات، وأهلا وسهلا بكم. النهاردة معانا نبات ضخم جدا، نبات زرعه عندي على السطح في قصيص 20 لتر. النبات ده اسمه القرع العسلي، كلنا نعرفه طبعا. القرع العسلي تبقى حجم القرعاية حوالي تبقى قد البطيخة الكبيرة كده أو أكبر شوية. القرع ده بيتعمل مربى، طبعا ليه استخدام في المربى بس، والبذور بتاعته برضه بتتقلي وممكن تتأزز عادي يعني، وبتبقى بذور. إنما هو القرع ده كله مضادات أكسدة وحاجة جميلة جدا ومفيد للصحة العامة جدا. ومن جهة زراعته بيتزرع في شهر 4 إبريل، في بدايات شهر 4 من آخر 3 لإبريل. وهو نبات قوي جدا ومتسلق، يعني هو لو في الأرض الزراعية طبعا بيمدد على الأرض، إنما طبعا على السطح عندي فهو قوي. ورقته كبيرة، يعني ليه الورقة بتاعته ممكن توصل ل50 سنتي عرضها، يعني هو تحس إن هو ضخم، نبات ضخم جدا. وطبعا ده في أول ده يعتبر ده مزروع بقاله دلوقتي من حوالي 20 يوم بس، يعني اما يكبر شويه يخش في السن هيبقى قد كده حوالي كمان 7-8 مرات في الضخوميه وفي الحجم. ده طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيتزرع في شهر 4. وبالنسبه على الرعايه بتاعته، رعايته سهله جدا. بسميده طبعا التسميد العضوي، سماد المورينجا او السماد اللي هو العادي من زبل الحمام المخفف على الميه. اللتر على 10 لتر ميه، طبعا كل 15 يوم يتسمد مره. ومفيش ازيد من اللي هو الري الطبيعي بس، ما بياخدش غير كده الاسمده اللي هي العضويه بس، والري الطبيعي. وحافظ عليه بس من المن، عشان الحر الجامد ده ممكن يجيله من اللي هي افات بسيطه يعني. فممكن لو في من مثلا يطرش ملاشن 5% بس، يعني للظروف الصعبة جدا، يعني مش على طول ماشي. وهو بيمكث في الأرض يعني عامة هم 90 يوم، يعني 3 أشهر. هو ده كل عمره كله. بيبدأ بقى صغير زي البطيخة الصغيرة كده، ويكبر لحد ما بيبقى ضخم واخضر كده. وبعدين كل ما بيخش في السن بيبدأ يلون يخش على الاصفرار، وياخد اللون اللي هو الاصفر الطبيعي الضخم الكبير. وحسب السماد وحسب العمر بتاعه بتبقى حجم الثمرة. ممكن تطلع ثمرة واحدة، ممكن تطلع 2، حسب النمو الخضري الموجود. وانا زارع كمان معاه قدام شوية مثلا بجواره كده، زارع برضه كنتالوب، يعني ثمرة كنتالوب. خدت منها البذور وبدأت أزرع الكنتالوب عندي. أنا كنت زرعه السنة اللي فاتت وأثمر، وكلت منه كان طعمه جميل جدا السنة اللي فاتت ماشي. والسنة دي قلت أجرب بقى وأزرع كده ماشي. فإن شاء الله هيبقى جميل، وهتشوفوه دلوقتي كبر ونموات كبيرة، وطلع الزهور بتاعته، لأن الزهور بتاعته بتبقى غير القرع العسل. القرع العسل بياخد عمر مكثف شوية، غير الكنتالوب او الشمام بياخد عمر اطول شويه، لانه ضخم وبياخد نمو خضري كتير. انما الشمام غيره بيبقى يعني معقول شويه في النمو الخضري. وادي احنا دلوقتي هنشوف الشمام او الكنتالوب المصري اهو، زي ما انتم شايفين برضو طالع على سلك، برضو زي القرع العسلي، لانه هو مداد بيمدد. وانا طبعا ما عنديش المساحه، فانا مطلعه على سلك زي الخيار كده مثلا. وهو هيبدا ان شاء الله طالما نور كده يبقى خلاص. هو كده بيبدا قبل الثمره، النواره دي بتبقى قبل الثمره، يعني كده دلوقتي الثمره هتبدا ان هي تطلع بقى بعد حاجه بسيطه، عمر بسيط يعني. وساعه ما يحمل بقى الثمار التقيله ممكن هعمل له بقى شياله، اعمل له اي حاجه بحيث ان الثمار دي ما تبقاش تقل على النبات بعد كده. وظهوره زي ما انتم شايفين طبعا ظهوره جميلة جدا. الزهور دي في منها مؤنثة وفي منها حسب النبات وحسب الجنس البذور بتاعته. وزي ما حضراتكم شايفين
كده ادينا براعي برضو، اذا كان ميه اذا كان سمنت على خفيف برضو. وبراعي طبعا من الافات. المن اهم حاجه في الحر الشديد ده ما بتخافش غير من المن بس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، ويا ريت نكون ان احنا نفعناكم بشيء بسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.